قالوا ناس زمان النساء إذا تحزمت والخيل إذا تلجمت، وقالوا لا تغرك ضحكة النساء ولا تغرك شمس الشتاء. وقالوا لا في الشتاء ريح دافي ولا في النساء عهد وافي، وبالك تنسى وتامن نساء. انتوما نساء هدرتكم ما تنحصى ومرقتكم ما تنحسى. وقالوا ناس زمان بهت نساء بهتين من بهتهم جيتها، يتحزموا بالفاع ويتخلوا بالعقارب. وقالوا حديث نساء يونس ويعلم الفهامة، يديروا شركة من الربح ويحسنولك بلا ما. صباح الورد صباح الفل والياسمين عليكم حبوباتي، ما يغضكمش الحال. هذه مجرد امثال بها نضحكوا شويه هكا وناخذوا منها العبره ومنا هذا مكان. المهم صبحت عليكم على الصباح بزريره النوافس اللي قداه من واحده سقستني عليها في الفيسبوك وقالت لي كيفاش تديروها، على بالي الولايات تاعنا كامل يعرفوا الزريره، كان ولايات خلاف ما يعرفوهاش. المهم حبيباتي كما تشوفوا نعطيكم الوصفه على السريع. درت شويه تاع زبده، زدت لها نص فنجان تاع قهوه ولا اقل شويه من نص، درت معاها شويه سكر. اول حاجه حطيت الزبده تاعي دوب، وقلت لكم زدت لها القهوه ودرت لها شويه بركه سكر باسكو الروينه تاعي دي جاي حلوه بالخروب، وفيها الخروب وفيها التمر، فوالا فيها التمر هذاك اليابس مرحي. على بيها ما درت لهاش بزاف السكر، سامحوني راحت لي. على بيها ما درت لهاش بزاف السكر البنات. هذه هي الروينه تاعي، شريتها واجده البنات. احنا عندنا في قال مكان حوانتي يبيعوها واجده، واللي تحب تخدمها في الدار تقدر تخدمها في الدار. فوالا هذه هي بركة البنات. اللي تحب تدير العسل في بلاصة السكر دير نورمال العسل في بلاصة السكر. انا نفضل اني ندير لها هنايا شوية تاع سكر مع الزبدة، ومن بعد العسل نحب نديره غير من الفوق بركة يا البنات. نحطه بشوية البودر هكا ونحركه ونخليوها تجي شوية ليكيد، ما تجيش ناشفة تجي شوية ليكيد. وهذا مكان مي البنات كي تذوب الزبدة وندوبوا فيها السكر نطفيو على النار، ما نخليوش النار شاعلة باش هكا ما تنشف ليه. نايا بعد ما حطيتها في الصحن ندير لها شويه تاع عسل. الله تشاهي انا نحبها نموت عليها، يعني بلا كيما نقولوا بلا الرضاعه وبلا نفس. نحبها البنات زريره تقريبا ما تخطينيش، خلاص الروينه من الدار. بالنسبه للبنات اللي ما يعرفوهاش، الروينه هي البودر هذاك اللي حطيته، وزريره كي تكون واجده كيما هكا زينتها بشويه تاع جيجلانيه وشويه كاوكاو مرحي مقلي ومرحي، ودرت لها تانا شويه فوق بيستاش هذا الاخضر اللي من الفوق. وهذا مكان وطيبت حليب، والحليب البنات نشربه بيد ما نخلطوش بالقهوه ولا حتى بحاجه، على جل كولون وعلى جل غاز ليا ولا للبيبي، يعني كيف ما نحطش فيه السكر باسكو مانيش حابه الحلاوه بزاف، واصلا انا من قبل ما نحطش السكر في الحليب سيرتو كي يكون مع حاجه حلوه. المهم لا علينا حبيباتي، كما راكم تشوفوا الشكل تاعها يشهي، حتى الذوق ما نحكي لكمش، يعني شهيتكم في الجنه. سامحوني مي على بالي بلي راح تسخفكم كل البنات. واش نقول لكم، راهو الذوق تاعها ينسيكم ينسيكم في الجمال تاع الصوره تاعها. هيا البنات ما تنسوليش باللايكات حبيباتي. لاول مره تشوف قناتي نقول لك ابوني وفعلي الجرس على الكل باش يلحقك كل جديد. والبنات اللي مالفين معايا نقول لكم ما تنسوليش لي لايك اعجاب للفيديو فضلا وليس امرا منكم حبيباتي. وكملوا معايا الروتين تاعنا للاخر. الروتين تاع اليوم يهبل معمر الزرزيق، معمر شوفوا طاقه ايجابيه، معمر نشاط وحيويه. وبالنسبه للاخوات اللي رضعوا ولا اللي عندهم الحليب ناقص، شوفوا البنات الزريره دي ولا روينه بصفه عامه راهي مدره للحليب بواحد الصوره مش طبيعيه، يعني مضره للحليب رائعه جدا وصحيه. انا يعني حتى للي ما يرضعوش يعني صحيه بزاف البنات، لانها مخدومه يعني من مكونات كامل صحيه. كما قلت لكم التمر هذاك اليابس يرحيوه، الخروب، القمح، كاين حتى اللي يختموها بالشعير، فيها تانية البنات العدس مرحي، فيها الحمص مرحي، فيها حوايج يعني بزاف، فيها مكسرات. المهم فيها حوايج بزاف مفيدة للصحة تاعنا. هنايا حبوباتي بعد ما فطرت جيت نغسل القش تاع كتكوتي هيا البنات اليوم جيت نغسل معاكم القش تاع كتكوتي. هاي
وجدت القش تاع كتكوتي. شوفوا البنات اليوم ما كانش العين كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، اني شريت هذاك الصابون ليكيد تاع هذاك السائل اللي نغسلوا به القش تاع لي بيبي في لاماشين، يعني باش نعود نغسل في الماشينه القش تاع كتكوتي. مي الماء ما كانش بزاف على بها، ما غسلتهمش في الماشينه، غسلتهم بيدي بصابونه الحجره. قلت خلي نشارك مع حبوباتي، هذه هي. بس حضركم تشوفوا في الاخر واش صرالي يا البنات. قلت لماما كانش نغسل القش تاع كتكوتي على يدي برك. المهم اليوم البنات فات عليا شاق، يعني متعب فعلا، يعني ربي قدرنا وخلاص. شوفوا حبيباتي، كان واحد المثل يقول دير حسابي يخرج لك معزه وداب، اكرمكم الله. اني باه نضحككم شويه برك. صدقوني اليوم درت حساب انه ما كانش العين، نخدم خدمتي هكا الخفيفه ونغسل قش كتكوتي ونروح نروبوزي، لاني البارح والله بت قاعده البنات ما مرقدتش خلاص، يعني ليله كامله، ليله بيضاء. المهم كما قلت لكم تبعوا بركه معايا. انا بعد ما غسلت القش تاع كتكوتي جبته نشرته هنايا في الكراج كما عودت. ديما نقول لكم انايا القش تاعي اني ننشره لداخل ما ننشروش لبرا، الا يعني الافريشه ولا دوك الحوايج الكبار. وهنايا ديروا لي جام ونكمل لكم الحكايه. قلت لكم هنا كي كنت ننشر في القش تاع كتكوتي كنت فرحانه ميته بالسعاده، قلت اني تهنيت من القش، تهنيت من هذيك، تهنيت من هذيك. هيا ديروا لي جام، اني نفكر فيكم حبوباتي. وقلت لكم فرحانه بروحي، كملت القش نشرته، الله نستناه ينشف وفرات. وقلت نروح نريح شويه، يعني كملت شغلي نروح نريح شويه. درك تشوفوا واش صرا. هذا اللي قالك جات الحزينه تفرح ما لقات لهاش مطرح. وكاين واحد المثل تاعنا خلاف يقول مشهور بزاف، هذا المثل يقول لك في زهر اليتيم غاب القمر. هذيك هي واش صرالي، نستنى غير وقتها نروح نروبوزي. قلت نقلي شويه بطاطا نتغداو هكا غدا خفيف بركه، بطاطا وسلاطه برك. قلت غدا خفيف ونروح نروبوزي نضربها برقده، لكن رقد لي كتكوتي، وحتى لكن ما رقدش نروح نتكا نريح روحي شويه. المهم حطيت البطاطا تاعي طيب وما نشوفش مقابلتني غير المخده والرقاد وخلاص. مالغري عندي شوفوا البنات واحد القش ما نحكي لكمش على بالكم. الفيديو اللي فات بدلت التفريشه تاع الصاله ومبليس مع القش، قلت لكم العين قداه يوم ما جات على بيها تلم لي القش. وعلى بالكم بلي انا من قبل ما نشارك معاكم بلي انا القش تاعي نغسله تقريبا نهار بعد نهار، دي فوا نغسل حتى يوميا. على بيها تلم لي القش البنات. المهم الله غالب، قلت ما دام ما كانش الماء هنا الغدا تاعي وجد راكم تشوفوا. قلت لكم قلت ما كانش، ما دام ما جاتش العين وما عنديش الماء بزاف، نغسل غير قش كتكوتي، لانه قش كتكوتي لازم يتغسل. المهم قلت لكم هنا نشوف غير في المخده، حتى الغدا من التعب ما قدرتش يعني ناكل. على بالكم كي تتعبوا بزاف البنات حتى الماكله ما تقدروش تاكلوا. المهم لا علينا، ها وجد الغداء تاعنا. قليت كيما قلت لكم شويه بطاطا شويه فلفل. الفلفل لقيته حار بزاف ما كليتوش البنات، باسكو على بالكم بلي اني نرضع دركا ما نسخف عليه ما نقدرش ناكلو البنات، حاجه لي غاز. المهم شويه تاع سلاطه ما درتش فيها الخيار، باسكو قالوا لي البنات بزاف في التعليقات باللي الخيار مش مليح يدير لي غاز مادامني نرضع. المهم هنا جبتكم للشومبره تشوفوا مسحت، قلت نزيد نفوت مسحه خفيفه برك باسكو الدار نظيفه. هاني مسحتها هنا وجيت صورت لكم، خاطر كنت غلبانه ما قدرتش نصور وانا نمسح في نفس الوقت. فوالا هاي مش ناشفه كما تشوفوا، فيها مازلت مشاحه. فوالا هذه هي، قلت نصور لكم تشوفوا كيفاه مسحت هكا باش نحفزكم باه تنوضوا حتى نتوما تخدموا شغلكم. على بالي دي فوا نعجزوا البنات. هذه الباليه مازال ما خرجتهاش، انا نعت لكم لي شامبر وزدت جبتكم للصاله. المهم حبوباتي كما قلت لكم هي نظيفه الدار. كنت يعني نتويتها البارح، بس حبيت نفوت عليها مسحه برك بالنشافه اكرمكم الله ليطمئن قلبي. المهم لا علينا، هاكم تشوفوا ما زلت ما نشفتش، يعني خليت شوي تواقي باه تنشف لي. وهنا حسيت بواحد الراحه نفسيه وحسيت بلي اديت كامل الواجبات تاعي. وقلت درك نروح نطلقها ونطلق لاطاي نريح شويه، ولكن رقد كتكوتي بيان سير كما قلت لكم قبيل نزيد نرقد نرتاح وعلى هلاله. المهم درك تشوفوا واش صرايا البنات، ديروا لايك يا ديروا لايك برك. المهم حبوباتي نحب نضحك معاكم من ذاك، بس حاني نحب اللايك صح، ديروا لي لايك. اي هي الفحلة تاعي الزينات. ونرحب تاني بكامل المشتركات اللي دخلوا جدد.
نقول لكم مرحبا بكم كامل البنات اللي يتفاعلوا اللي يعلقوا اللي يحفزوا فيا اللي يديروا لي جام كامل نقول لكم مرحبا بكم يا البنات وميرسي فرحتوني. هاي جات لكم اللقطه اللي ما كنتوش تتوقعوها وما انا ما كنتش نتوقعها. يعني بعد ما مسحت قلت نروح نطلق روحي ديريكت نريح. با كي خرجت لبرا للحوش واش لقيت؟ نسمع في العين تجري وهي تجري وانا نجري، هي تجري وانا نجري. جيت هنايا غسلت هذوما القصاع ولا الكروانات ولا الكيفات ولا البانيوات كل واحد وش يسميهم، وشوفوا المشينه معمره بالقش. يعني نقدر نروح نرقد ونخلي القش. كاين بنات يقولوا لي ما تضليش تحبي في روحك، اشفقي على صحتك. من صح الانسان يشفق على صحته والبنات وعلى بالي يعني نافسه وكل شو لازم كاين حوايج البنات خدمات يعني في الدار نقدروا نغفلوا عليها، وكاين خدمات اخرين ما نقدروش نغفلوا عليها. بار اكزومبل البنات وحده كيما انا هكا ما عندهاش اللي يعاونها ولا اللي يقوم لها بالدار. لو كان ما نغسلش القش شكون حيغسلو؟ لو كان اصلا يتلم لي القش البنات والقش لازم يتغسل. لو كان ما نمسحش الدار شكون راح يمسحها؟ راح نقدر نعيش بار اكزومبل فيها هكاك وهي مسخه، راح نقدر نشوف الارض مغبره ولا نشوف؟ ما نقدرش. بار اكزومبل نقدر ما نسيقهاش مي اشاك فوا نفوت عليها بالنشافه اكرمكم الله، مثلا دي فوا نفوت عليها بالبالي، فهمتوني؟ ما نقدرش نخليها هكاك ما ننظفهاش. دركا البنات بار اكزومبل كيما دركا جات للعين انا راح نقدر نخلي ما نعمرش الماء. لو كان ما نعمرش الماء ما كانش لي يعمره. من بعد النوض ولا الغدوه نحب ندوش ونحب نغسلوا ونحبوا اي عفسه ما كانش الماء. يعني لازم كاين حوايج لازم نخدمهم ما نقدرش نغفل عليهم البنات. هنا البنات قلت لكم بروفيتي عمرت الماء بعد بروفيتي قلت خلي نغسل منها العين باسكو راني قلت لكم العين لازم نبروفيتيو فيها عقد ما نقدروا باسكو عندنا دي فوا كاينه دي فوا ما كانش. هاني غسلت القش تاعنا كامل وزدت غسلت هذوك اللي كاش ريدو لي بانو والريدو تاعهم تاع الصاله اللي نحيتهم البارح. المهم قش ولدي قش زوج، المهم كلش البنات راكم تعرفوا الدار كيف ما المهم من جهه البنات والله غلبانه ميته، ومن جهه شغل الحلات اللي هيك انا نحب نخرج هكا للحوش نخدم نسيق نزرزق، فهمتوني؟ داك التزرزيق تاع الماء ديجا وينشطك هكا ويعطيك واحد الحيويه والنشاط مالغري التعب ورقد ما كانش وهكا. مي ربي ان شاء الله يجازينا وربي يقدرنا ويعطينا الصحه والعافيه. وهذا ما كان فوالا. هنا بعد ما غسلت هني عصرتهم في الماشينه كيما ملفه نقول كيما انا القش تاعي ديما نعصرو في الماشينه باه ليه يشيح. دركا نخليه هنايا كي ينشفوا لي دوك القش تاع البيبي نحي القش تاع البيبي ونشردهم باسكو القش بزاف وما يكفينيش هذاك الحبل اللي عندي، يعني ما يكفينيش باه ننشر هذا القش كامل البنات. هذه هي ان شاء الله حبوبتي تقدروا تعبي وديروا لي جام للفيديو وتخليوا لي تعليقات محفزه. نحبكم بزاف ونلتقي في الفيديو القادم باذن الله. سلام.